صباح الخير. يا هلا. كيف حالك يا اخويا احمد؟ تمام يا حبيبي. حبيبي يا ريت تبارك لي. ببارك ابني لك. سقط الحمد لله 5 مادات. 5 مادات. طب عمهلك يعني ان شاء الله. لا انا مكيف عشان بدي اطلق امه. لا شو دخل امه؟ والله يا ابو سعيد غير اطلق له اياها اليوم. ليش شو لانه دخلها؟ صار حج لانه صار اذا سقط طلاق. لا طلاق امه. لا اسمعني الله يرضى عليك، اسمعني، ممكن تسمعني؟ يا عم عارف قديش كلفني؟ شو طيب كلفني اساسي بس فوق $2000. طيب بس ممكن تسمعني شوي يا حج؟ انت حبيبنا على عين وراسي. تفضل يا اخوي. اولا امه ما إلها علاقه اطلاقا. لان هي كانت تطبطب عليه. ماشي، يعني هي اكيد بتحبه، يعني حابه بتحبه. وحابه والله خلي الجدر يركبها ويركبه. لا هذا كلام مرفوض واحنا بنقبلوش، واتمنى منك تراجع نفسك اكثر من مره. شجع ابنك على الدراسه مره ثانيه وثالثه. هي زميلنا قاعد ما خجلش، قال لك انا 2 سنين ما توفقتش، وهي من افضل الناس موجودين، مش اخر يعني الدنيا يعني. فلا الرسوب مش اخر الدنيا. قلت لك في دكاتره رسبوا في توجيهي، والله أكيد. في اطباء رسبوا في توجيهي، والان ما شاء الله وفي مهندسين. انا صديقي اليوم مهندس قد الدنيا في الامارات، صحيح، والله سقط في توجيهي مرتين.